قبل يومين انا بصفح في التيك توك وجدت فيديو في واحدة سائلة شيخ قالت له يا اخ انا عاقدة ولسه ما عملنا دخلة وما عملنا زفاف والراجل بيطلب حقه الشرعي. شيخ بعد حوار وكلام رد لها قال لها من حقه ياخذ حقه الشرعي. نحن في السودان عندنا العادات مرات اقوى من الدين، دي كعادات كشعبي سوداني والحاجة دي ماشيين عليها وربين عليها. عندنا يا اخ والله الزول اذا عقد واذا ما عمل زفة وما عمل حفلة اشهار انه يا اخ والله الزول ده دخل على زوجته دي، في ناس ما بيسمحوا لك تدخل على زوجتك وفي ناس بيسمحوا لك على حسب. انا دار اربط لكم الموضوع ده بقصة حصلت. كان في واحد عاقد على واحدة، عاقد لكن ما عمل دخلة لحد ما يرتب وضعهم ويشوفوا ظروف، وشغال عسكري جيش. جاها قال لها يا اخ والله انا جاتني مامورية وماشي مناطق العمليات، يعني احتمال عدي سنة عدي سنتين. تكلم معاها واقنعها وداير حقه الشرعي. دخل عليها نام معاه، ما في زول عارف، لا أهله عارفين ولا أهله عارفين، وأصبح سافر. الزول ده مشى، بمرور الأيام فقدوا التواصل معاه، ما في أي خبر ولا حس. الكلام ده بدري شوية، ما في زمن التلفونات والحياة الزي دي. دخلوا معركة مع العدو وهو اتفقد، ما معروف اتصاب ما معروف اتأثر، المهم ما توجد له أثر. وزي ما بيحصل في الحروب ومشاكل وظروف، في اللي بيتأثر وفي اللي بيتبتر وفي اللي بيموت وفي اللي بيتقطع وفي كله. هنا المرة بدأت تظهر عليها علامات الحمل وآثار الحمل، وبطونها ماشية تكبر ومواضيع، والحوار دخل أهلها وكلمت أمها قالت لها والله أم الحاصل واحد اتنين تلاتة. الزول ده قبل سافر بيوم يا دخل علي قال لي أنا ماشي والظروف وداير حقه الشرعي وزول متزوجني زواج شرعي. وهي طبعا ما كلمت أمها في الوقت ده. لما نكلموا أهل الراجل قال يا مع الزولة دي حامل من ولدكم، ولدكم ده مشى مناطق العمليات وما معروف الحاصل شنو. قالوا لا والله نحن لا بنعرف ولا شيء ولا هذا، لأن زول ده عقد عليه وما دخل عليه، وده ما ولدنا وده ما وين، وشوفوا بنتكم جابته من وين، والحوار الكثير اللي بيحصل ده. هنا أهلها بعض الأسرة مصدقين وبعض الأسرة واقفين ضدها، إنه عملتي وجبتينا العار وجبتينا وحوار كثير، وهي البيت تحلف بالمصحف وتحلف بكل زول دار صديقة معه. ربك رب الخير بعد فترة راجلها ظهر، السلام عليكم. وعليكم السلام. جاء دول الحاصل وين وقال والله ما أنا كنت صراحة خشينا معركة وانا اتضربت ومسنا مضروب ماشي مسافة كده، المهم مغمى علي ما عارف نفسي الحاصل شنو. لقيت بيت الناس دي مسكوني وعالجوني وكان مغمى علي، وعدت لي فترة كده في غيبوبة. من صحيت وياهو وفقت وبقيت كويس وجرحي طابكم. هنا الحاصل شنو؟ قالوا يا اخي والله الحاصل زوجتك دي يا اخي والله حامل. وقالت يا اخي والله انت دخلت علي. قال لهم والله صحيح انا قبل لا امشي دخلت عليها وما عارف اللي بيحصل شنو وما عارف ظروفي وما عارف الحياة. البيت فرحت وهلا فرحوا وانه بيتهم خلاص ده راجل عاد، والناس كانوا فرحانين بعودته وكانوا فرحانين بيتهم وبراءته. يعني العادات والتقاليد دايما هي بتقيف مرات في حاجات زي دي، عشان في ناس كثيرين بيتزوج بيحصل خلاف وبيدخل عليها وتقول له والله ده ما ولدي هو ولده. لكن هسه الوقت شويه الزمن اتطور وفي دي ان ايه وفي حاجات في اشياء كثيره، لكن زمان ما في دي ان ايه. لما ذاته في العقد ده قالوا الاشهار وكالزفه. نحن عندنا في السودان لما تستلم مرتك دي السوق بيتك دي بالنسبه لنا خلاص زي اثبات انك دخلت عليها. لكن انت تعقد عليها وتكون فيها هلا وتيجي تنوم معاها ويحصل اللي يحصل، وبعدين ممكن يحصل خلاف بيناتكم قبل الزواج ذاته ما يتم، وانت تنكر تقول لا والله ده ما انا تكون جاوته من وين. شوف جاوته من وين. انتوا رايكم شنو في الموضوع ده كمتابعين؟ هل انتوا مع الحاجات دي ولا لازم تنتظروا الدخله ولازم تشوفوا الحاصل؟ تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.